دكتور، ايه اصعب جملة سمعتيها في وقت الولادة؟ يعني من واحدة كده، يعني في وقت كده صعب. بصي، هما الأمانة جملتين. في جملة قالت لي: أنا بقالي 3 سنين متجوزة، دخلت عمليات 5 مرات، ما طلعتش ولا مرة بعيل، خلي بالك عليا. تاني حالة كانت مامتها اللي قالت لي: بنتي سقطت في كل الشهور. هي كانت متجوزة بقالها برضو حوالي 2 أو 3. سقطت في الأول وفي الثالث وفي الخامس وفي السابع. احنا سقطت في كل الشهور. فكانت مامتها يائسة جدا ان هو البيبي يكمل يعني. يكمل. اه. دول اكتر حاجتين اثروا فيا بصراحه. طب الحالة الأولانية حضرتك إحساسك لما هي قالت لك الجملة دي، ده أثر عليكي إزاي؟ وقت ما يعني أنتي خلاص داخلة ولادة يعني حسيتي أكيد بحمل أكبر مثلا؟ حسيتي بإيه؟ بصي، هو انا دايما بصراحه بحس ان هو ده بيبقى توفيق من ربنا. فبما ان احنا الحمد لله ماشيين يعني صح، او ماشيه علميا زي الكتب ما بتقول، بس انا توكلي على الله. آه، فهي دي بحس ان هي توفيق من ربنا. يعني هي كان يوميها كانت قلقانه ليه؟ لان انا قررت ان انا والدها قبل ما تدخل التاسع. كان ضغطها عالي وسكرها عالي. فحته تحديد الوقت دي مش بتبقى مع كل الدكاتره صح. يعني هي راحت لدكتور تاني والطفل اتولد ومات. فانا بقول لها انا هولدك قبل ما التاسع يبدا، وان شاء الله يبقى البيبي كويس. فهي مش فاهمه ازاي ده. هو المره اللي فاتت كان البيبي في التاسع وما كملش. بس الحمد لله ده توفيق من ربنا. يعني بيبقى في دلائل في التحاليل في الارقام. دي خبره من شغل كتير ويعني انا زي ما صحابي بيقولوا لي يعني ايه عندنا كده جمله: رجلك خضراء وعندك شغل، بتجيبي حالات صعبه وبتاع. بس ده ادى خبره. وما اوتيتم من العلم الا قليلا. انا دايما بحب احط كده علشان ما فيش دكتور يقول اصل انا فظيع غير لما يعني هو بياخد على دماغه الصراحه. بالظبط. لازم الواحد يعني يبقى عارف. بس هو توفيق من توقع ربنا ان ربنا هو موفقه في الحتة في دي. الحته دي. مم. فكره ان امتى نظبط الوقت، اختيار الوقت طب هو ما اللي ولد فيه كانش الحاله. في اعتراض مثلا من اهلها او جوزها، بحيث ان هو يعني ما حسوش ايه ده وقت بدري قوي، ده سي قبل التاسع هم هتولدي؟ كان يعني من اليأس والإحباط. والحمد لله ان هو كان يعني دايما اغلبيه حالاتي زي ما بيقولوا كده ورد في ماوس. هي جايه لي عن طريق حاله عدت بتجربه شبهها، فعندها ثقه ان الدكتوره دي عدت بحاله شبه كده. فده بيديهم احساس شويه بالامان. والحمد لله البيبيهات ما دخلتش الحضانه اصلا. الحمد لله بجد، يعني يعني احنا مع انها في يعني قبل اخر كان قبل التاسع بكام يوم. بس الحمد كويس. لله. الحمد لله. فانا مش يعني ببقى عارفه ان هو كده البيبي ان شاء الله كويس عشان هي ضغطها عالي. بس مش بقدر اوعد طبعا ان هو بايد ربنا. والحمد لله الحلقه عدت يعني. طب بالنسبة للتاني حالة الإجهاض المتكرر، هي كان نتيجة ايه بقى يعني؟ ما هي كانت دي حبيبتي هي اول حاله من حالات الذئبه الحمراء اللي عندي. كان عندها ذئبه حمراء وعندها جين تجلط، وكنا بناخد كورتيزون وبناخد ابر سيوله. ابتديت اظبط اكتر الجرعات بتاعه الابر السيوله. يعني بديها بقسمها يعني كل 12 ساعه بنعمل كل حاجه. هي اصلا لما سقطت في كل شهر هي راحت حتى لاستاذ تاني. انا على فكره مش بزعل الحلقه لو راحت، يعني ما عنديش مشكله. راحت لاستاذ تاني، فهو الاستاذ قال لها نعمل حقن مجهري. فقلت له اعمل حقن مجهري ليه؟ ما انا اساسا بحمل بس مش بيكمل. فقال لها يعني الطفل اللي بيعدي من ظروف الحقن وكده ده بيبقى فايتر اكتر. بس سبحان الله هي راحت سايباه وراحت راجعه لي. فراحت قالت لي بس انا ما اقتنعتش بكلامه، وهو قال لي ان مفيش حاجه تتحط زياده على اللي الدكتور عاملاه. انا شايفه ان كلامها هو ده كده، مفيش علاج ممكن يتعمل اكتر من كده. بصراحه انا قلت لها ما يمكن ربنا عايزنا نلجأ له. طب ما احنا هو نفس الروشته اللي احنا ماشيين عليها ال4 أو ال5 مرات اللي فاتوا، احنا هنزود عليها الاستغفار وسوره البقره بس. هي سمعت كلامي وجابت بنوته جميله ان شاء الله. وربنا وفقني ان انا كمان انا اللي اكتشفت ان هي عندها حمى البحر المتوسط. كانت دايما كده بتدينا الارم ان هي عندها طلق مبكر وميه بتنزل بدري ومش عارفه ايه. بس هي كانت حمى البحر المتوسط عندها ما كانتش متشخصه، وكانت بتجيلها في صوره اتاكس واحنا في الحمل. وطبعا كان البيبي مش بتكبر قوي ومش عارفه ايه، ولدتها في نص الثامن الحمد لله. الحمد لله يعني عدت على خير. والبنوته عدت شويه في الحضانه. بس بيبقى مش مشكله يعني، خلاص هي يعني وصلت لبر الامان. بس هي الفكره، هل فعلا عامل نفسي بيأثر برضو مع الحالات دي اللي هي الحالات اللي هي اصلا صعبه؟ هل عامل نفسي بيأثر على شغل حضرتك لما انت تديهم؟ بصي هو انا عندي لو احنا هنتكلمها من الناحيه الدينيه انا عندي ظن عبدي بيه. الست اللي دايما طاقتها سلبيه وبتتكلم انا عارفه ان حملي مش هيكمل وكده،
بيحصل ده الحاله زي بيقولك قانون الطاقه. لو الناس قانون الطاقه ده انا بحس ان هو متفعل جدا لو احنا هنتكلم كده، بس انا شايفاها من ناحيه دينيه اكتر، ان اللي عنده ثقه في ربنا ان ربنا مش خلقنا عشان يعذبنا، احنا خلقنا علشان نعبده، ويبقى عندنا ثقه فيه. ربنا كريم يقدر يدينا اكتر واحسن واكتر من اللي احنا نتخيل. لكن الانسان اللي بيقفل باب طاقته، يعني تقول يعني انا ما انساش في اول ما اشتغلت ده اللي نبهني الموضوع ده، كانت حاله كنا في النبطشيه وحامل في توأم وكان حقن مجهري وبقى لها سنين ما بتحملش، ودخلت في طالب، فكان الحضانه بتاعه المستشفى وانا النبطشيه ما كانش فيها مكان، فحولتها على مكان تاني. فبدل ما نولد ويتنقلوا الاطفال فانا نقلت الست كلها تروح المستشفى تانية. فهي وهي ماشيه كنا ساعه الفجر، فقاعده بتدعي يا رب عايزه عيل واحد. بقول لها ادعي بالاثنين، تقول لي انا عايزه عيل واحد يا رب، انا عايزه واحد بس. فقلت لها ما ربنا يقدر يديك الاثنين. المهم هي ما سمعتنيش ونزلت وراحت ولدت. بعديها باسبوع كده سالت الدكتور بتاعها، قال لي عيل واحد اللي عايش. دي كانت اول مره اخد بالي ان ممكن الانسان يدعي غلط. يعني هو حاسس ان ربنا مش هيديله الحاجه اللي هو عايزها، هو مستكتر على نفسه. هو ربنا كريم، هو ربنا يعني هيخسر ايه ان ربنا يدينا الاثنين، بس هي دعت غلط. فانا دايما طبيعتي مع الناس انا هاديه الحمد لله، نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. يعني مثلا بدي العلاج وكده، والحالات حتى مثلا ايه ممكن لو راحت لدكتور تاني. مره كان عندي حاله برضو ضغوطها عاليه وسكرها عالي ومش عارفه ايه، مظبطه الادويه ومظبطه ادويه السيوله. فاحنا المشكله ان في ساعات بيبقى عندهم ثقه في الدكتور الراجل اكتر من الست، وانا يعني ما عنديش ثقافه. انا بحسها مش ثقافه، دي خرافه يعني. ما عنديش مشكله، عايزه تروحي للدكتور روحي يا ستي روحي، بس المهم يساعدك في حالتك. المهم ساعتها هو الدكتور راح مغير لها العلاجات اللي هي كانت ماشيه عليها وضغوطها متظبطه وكده، وسبحان الله ولدت معاه وحصل لها انفصال مشيمه ونزيف في الجرح، ويعني حصل مشاكل كتيره جدا رغم ان هي كانت يعني متظبطه الاول. بصي هو نصيب برضو، قضاء وقدر. بس انا بتكلم ان هو مش شرط، يعني مش شرط ان ده علشان دكتوره ست او ده عشان دكتور راجل، يعني فاهمه. اعتقد ده خطأ جدا. بس هي كانت الست مصدقه ان هي اكيد في الحمل ده هيحصل لها مشكله فحصل مشكله فعلا. فحصل مشكله. بحس ان ده بيفرق بصراحه. الحاله النفسيه لازم تبقى هي متظبطه، وعشان تأهلها برضو ان هي يبقى الحمل مستمر ويكمل بطريقه صحيه. بحس برضو الدكتور هو نفسه، يعني انا يعني بحس الدكاتره في نوعين. في دكتور بيتعامل ان الحمل والولاده ده حاله مرضيه دي حقيقه. انا بتعامل مع ان ده يعني زي الست بتاكل وتشرب وتنام، ربنا خلقها فسيولوجيا تحمل وتولد، فدي حاجه فسيولوجيه طبيعيه، مش بتعامل معاها ان هي مرض، فبتعامل بهدوء اكبر. فده بيديني ان الحمد لله في المواقف الصعبه اقدر اتصرف اهدى، خصوصا حضرتك برضو متفهمه لطبيعه الست والهرمونات والضغوطات النفسيه، فحضرتك عارفه توصلي لها من الناحيه بتاعتها، من الناحيه دي. وان انا اهديها، قادره تسمعي مشكلتها، قادره ان انت ابقى فاهميها تفهميها. ده بيفرق. وكمان الهدوء بقى بعد كده بيخليه يساعدني ان انا اختار الوقت الاحسن، مثلا في الحالات اللي هي الحمل الحرج. والتعامل طبعا مع الست، الواحد لما بيبقى اهدى، انا بحس الانسان لما بيبقى هادي بيفكر احسن بالظبط، غير لما يبقى الواحد متوتر هيوتر نفسه ويوتر اللي حواليه. فالهدوء مهم. وهي تقدر تستوعب من حضرتك ان يعني حالتها فيها مشكله، فتقدر ان هي تاخد احتياطاتها، وان هي تقدر ان هي تتبع النظام صح، وان هي ما تلخبطش. يعني دي اهم حاجه عشان يفضل مكمل يعني الحمل على خير. في ستات بقى بتحب ان هي تبقى حاسه ان هي في مشكله. انا دول اللي مش بعرف اتعامل معاهم. يعني في ستات تحب ان انا مثلا ايه كل ما تتعب ولا يلا بينا نروح المستشفى. انا مش بحب كده لو هي مستدعيه. يعني مش كل حاجه هنعلق محلول، بتوتر نفسها. في ستات بتبقى هي ما اعرفش، يعني ده نفس دي اللي ساعات انا بحاول اهديهم. في ساعات مش بنلاقي بقى النقطه دي، لو هي مش عايزه تفضل تهدى فيه، هي عايزه تفضل متوتره. يعني حضرتك بقى ساعتها انت هتحسي مش بعرف ان هي ده لود عليها وعلى المثل وعلى اللي حواليها. فيمكن دي من الحالات اللي بيحصل ما بيننا كونفليكت. بس يعني ده نوع الحالات اللي هي مش عايزه تهدى، او ده مش واصل لها، هي حاسه ان هي في مشكله وعايزه الناس كلها تبقى بتصوت حواليها ان احنا في مشكله. انا مش طبيعتي ان انا اعمل كده بصراحه. صح.